أنا شخصيا وش الهدية يزيد؟ تعرفون أن ماتش أسعارهم عروض ولا يسوي ماتش عروض إطلاقا، هذا سياستهم، ويقول لك أنا أسعاري عروض. قلت لسارة عندك منتج المسك مطلقته وعندك اليوم الوطني جاي، ليش ما تسوين عروض عشان الناس تجرب منتجك؟ قالت يزيد أنا ما أقدر على التكلفة عندي، أنا ما أقدر. قلت لها والله ما تلامين على الجودة، فقلت لها بقدم هدية من عندي أنا شخصيا، مع كل 3 عطور مسك هدية، مع كل 3 عطور مسك هدية مقدمة مني أنا شخصيا. قالت سارة برسل لك والله الفواتير يزيد. قلت لها ابشري، العملاء يستاهلون وانتي تستاهلين، فهذه هدية مقدمة مني شخصيا بمناسبة اليوم الوطني. العملاء ماتش مع كل 3 أطياب مسك هدية. تروح المحل قل له عرض يزيد، إذا ما قلت له ما راح يعطيك لأنه مو معلن عندهم في المحلات، هذا فقط خاص هدية مقدمة مني المتابعيني والعملاء ماتش اللي يستاهلون. الصراحة تاخذون شيء يشرف، والشيء الثاني كلها مستمر عليها الضمان البلاتيني. وش الضمان البلاتيني؟ خذ الأطياب ثبات وفوحان، ما أرضتك خل الطيب لك وفلوسك ترجع لك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ونرجع نقول ماتش الطيب الأصلي بالسعر الأصلي وأسعارهم عروض. هذه هدية مني أنا شخصيا لأن أسعارهم لا تتغير بإذن الله. المهم، طيب يزيد وش تنصحنا في المسكات؟ المسكات الرجالي فيه نوعين تصلح للرجالي، تقدر تدخل تشوفها، منها مسك سوف، هذا عندي شوفوا واحد في المكتب، هذا هو هذا، وفي واحد ثاني يصلح رجالي نسائي، تقرون عليها. المهم الشيء المهم يا تلحق يا ما تلحق، لا تقول لي خلصت، إذا خلصت أنا مالي دخل. إذا خلصت العطور يزيد إيش غير مسؤول، وهذا الرابط وتقدرون تطلبون منه. الحق ما تلحق، تقدر في المحلات بدأ ينزل المسك الحين، وتقدر في الأونلاين. ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك. خذ الطيب ثبات وفوحان، ما أرضتك خل الطيب لك وفلوسك ترجع لك. الشيء الثاني والله العظيم ناس يقولون، أعرف ناس أنا أصدقائي يعني ما شاء الله عليهم مقتدرين، يقول يزيد والله ما توقعت انه يكون من تشكيلتي في العطور ماتش. يقول ما توقعت اللي بشوفه، الثبات والفوحان اللي اشوفه، يقول والله ما توقعته. قلت الحمد لله، توفيق من رب العالمين، ان الله يحب ان عمل احدكم عملا ان يتقنه. والصراحة سارة اتقنته، بالتوفيق للجميع ان شاء الله، والله يرزق الجميع. معلومة، ماتش عندها 11 نوع مسك تقريبا، مسك العروس و10 أنواع. هي أول شركة تخلط العطور اللي تحبونها مع المسك، وتقول لك خذها ثبات وفوحان، ما أرضتك خل الطيب لك وفلوسك ترجع لك. اسمعوا الشيء الثاني المهم. الشيء الثاني المهم، قلت لسارة أنا، سارة الأجر بدخل أنا شريك في الأجر من اللي شروا، قالت تدخل بالأجر بشريك المسك الهدية. الرازق بالسماء والحاسد في الارض، دخليني باللي يشترون العرض، انا معك في الاجر مع العملاء، اصير شريك معهم، ما ينقص من اجرك شيء ولا اجر العملاء شيء، وش يضرك؟ قالت شريك في الاجر. فان شاء الله يقبل منا ومنكم ان شاء الله الاجور ان شاء الله. فانا هديه واجر براء للذمه، انا معكم ترى في الاجر، بس ما ينقص من اجرك شيء، وش يضر؟ تحسدني بعد؟ لا شكرا. المهم هذا الرابط، اطلب. ترى معلومة مهمة، إذا انفذت الكمية وينتهي العرض في نهاية اليوم الوطني، أو يمكن ينتهي قبل إذا نفذت الكمية، لا تقول لي نفذت وين العرض ما أدري وش، تخلص المسك. مو بنا حط كمية بسيطة، لا والله يخلص المسك حقهم. أنا ما حطيت كمية على كل اللي عندهم في المستودعات العرض حقي، بس يمكن يخلص اللي في المستودعات، فهمت قصدي؟ هذا المقصد، مو بني أنا حط كمية بسيطة يعني أسوي عرض عليكم ولا أقللها ولا أشيلها، لا والله ما سويت كذا، بس معلومة أنا قلت لها على كل اللي عندك، فالعرض ينتهي يمكن يطلبون اليوم كله، تخلص مع السلامة. فهمتوا الفكرة؟ منكم طلب خاص المتابعيني. وش الطلب يزيد؟ أبى أحط لكم الحين صورة العطر ومعاه الصوت حق ماتش الطيب الأصلي بالسعر الأصلي وأسعارهم عروض. أبغى أي واحد من عملاء ماتش يصور طيب ماتش يحط عليه الصوت، هذا طلب شخصي مني أنا، وبيض الله وجيهكم على تلبية الطلب، وشكرا. ماتش الطيب الأصلي بالسعر الأصلي وأسعارهم عروض.